نبدأ بسم الله وبنصلي على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أهلا وسهلا فيكم أحبابنا المتابعين، وإن شاء الله تكونوا جميعا بأفضل حال. وصفة اليوم بسبوسة البرتقال بحجم عائلي، وإن شاء الله راح أنزل المقادير بصندوق الوصف للي حاب إنه يأخذ المقادير بشكل دقيق. طبعا هاي المقادير حكينا إحنا بحجم عائلي، فاللي حاب إنه يختصر المقادير للنص بيقدر إنه يعملها بكمية أقل. ما لا يقضى بالفكر يقضى بالذكر، عنوان لثلاث قصص رح نحكيهم اليوم إن شاء الله رب العالمين. فإن شاء الله يكون في هذه القصص عبرة وعظة، وإن شاء الله إنكم تستفيدوا من هذه القصص في تفريج همومكم وشفاء أمراضكم بإذن الله تعالى. القصة الأولى حصلت مع إحدى الأخوات، تحكي إنه هي لما تزوجت أول سنة ونص ما صار معها حمل، فبدأت إنه تراجع عند الأطباء، فكل واحد كان يحكي رأيه. فقرر زوجها إنه يروح فيها على طبيب مشهور في بلدهم، حتى خلص يعني يقطع الشك باليقين ويتأكدوا شو المشكلة اللي مانع الحمل عند هذه الست. تم الاتفاق مع الطبيب على يوم معين إنه يروحوا عليه ويعملوا فحوصات كاملة، ففعلا راحوا وعملوا فحوصات كاملة. فلما طلعت الفحوصات الدكتور طلب من الست انها تستنى في قاعة الانتظار شوي، وانه بده يتكلم مع زوجها شوي. فعلا طلعت هاي الست واستنت زوجها حوالي 10 دقائق، وبعدين طلع من عند الدكتور، فحكت له طمني شو حكى لك الدكتور. قالها الدكتور بيحكي لي انه ما شاء الله اموركم الاثنين تمام التمام، وباذن الله تعالى هي مساله وقت فقط، وان شاء الله راح يعني تتبشروا بالحمل قريبا. قالت له طب ليش هو جلس معك انت لحالك؟ فقالها انه حكى لي كتب لي شويه فيتامينات لازميتك، وان شاء الله الان واحنا طالعين راح ناخذها من عند الصيدليه. فبتقول فعلا يعني صدقت زوجي واخذت بكلام زوجي. فلما روحوا قالها شو رأيك نبدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ونصير نطلع صدقات حتى يعني ما يطول موضوع الحمل. فبتقول فعلا يعني بدأنا بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أنا وياه بشكل يعني شبه دائم، طول ما احنا جالسين واحنا بنصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، كل واحد فينا ماسك مسبحته وبنصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. وبتقول صار زوجي يطلع يوميا مبلغ يعني من مصروف اليومي بنية إنه الله سبحانه وتعالى يرزقنا الحمل. تقول والله ما مضى على هذا الكلام شهرين وبدأت تظهر علي أعراض الحمل. فحكت لزوجها إنه أنا شاكي إنه أنا حامل. بتقول استغربت من ردة فعل زوجي، زوجي بدأ عليه علامات استغراب واندهاش، وكان متفاجئ يعني انه معقول بهالسرعة هاي. فبتقول له فعلا انا يعني شاكة يعني. فبتقول رحنا على طبيبة نسائية وعملت له فحوصات والحمد لله رب العالمين فعلا طلعت حامل. فبتقول لما الطبيبة بشرت زوجي انهار من البكاء، ويعني صار يبكي وسجد لله سبحانه وتعالى وكان متفاجئ جدا. فبتقول انا والطبيبة كنا مستغربين ردة فعل زوجي. فزوجي قال لي متذكر لما الدكتور الفلاني قالك انه تطلعي برا تستني وبده يتكلم معي لحالي؟ الطبيب حكى لي انه زوجتك في عندها تسكير كامل في المبايض وزوجتك مستحيل انها تحمل. فكان يعني الطبيب ما بده يصدمك انت بهذا الموضوع، فاراد انه انا يعني احكي لك الموضوع هذا. وأنا حكيت لك إنه الدكتور حكى لي إنه موضوع الحمل يعني موضوع وقت مش أكثر، حتى ما أقطع أملك بالله سبحانه وتعالى. ولما اتفقت معك على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والصدقة اليومية حتى يعني يكون هذا شفاء إليك بإذن الله تعالى ونحل مشكلة الحمل. والحمد لله رب العالمين، الله سبحانه وتعالى استجاب لتضرعنا ودعائنا وتقربنا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبالصدقة، وأكرمنا خلال فترة قياسية جدا بالحمل. والحمد لله الله سبحانه وتعالى تمم حملها على خير بدون أي مشاكل ورزقوا بالطفل الأول لهم.
أما القصة الثانية فبيرويها أخ إلنا، بيحكي إنه بنته عمرها 2.5 سنين. هالبنت فجأة تعبت وصار عليها حرارة شديدة جدا. فلما يعني وداها على المستشفى وعملوا إلها فحوصات، للأسف حكى له الدكتور إنه بنته عندها بداية سرطان في الدم، نسأل الله العفو والعافية. فهذا الرجل بيقول يعني يعني الدكتور قال لي لازم نبلش معها بجرعات الكيماوي حتى يعني نحاول نسيطر قدر الاستطاعة على السرطان. فبيحكي أخذت بنتي وروحت فيها على البيت، واتفقت أنا وزوجتي إنه نبدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والاستغفار بشكل يومي، ونطلع صدقات بشكل يومي. فبيحكي والله إنه صرنا نصحى قيام الليل ونظل نبكي ونتضرع إلى الله سبحانه وتعالى أنا وزوجتي، والتزمنا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والاستغفار، وكنا نطلع صدقات بشكل يومي. يقول لاحظت خلال هالفترة إنه صحة بنتي الحمد لله رب العالمين تحسنت كثير، وصارت أنشط، وصارت يعني نومها وأكلها أحسن من أول. فبقول بعديها لما رحنا بدنا نراجع فيها على أساس نتفق مع الدكتور على موعد الجلسات الكيماوية، بقول تفاجأ الدكتور لما رجع وعمل لها فحوصات إنه البنت ما شاء الله سليمة تماما. فبيحكي الدكتور لما أنا كنت المشرف عليها من الأول كان ما صدقت إنه هاي هي نفس هالبنت اللي جبتوها أول مرة وعملت لها الفحوصات. وما شاء الله تبارك الله البنت إلى الآن تتمتع بالصحة والعافية، ولا كأنها في يوم من الأيام شكت من شيء، الحمد لله رب العالمين. أما القصة الثالثة فبترويها أخت إلنا، بتحكي إنه هي كانت يعني حياتها مكركبة، ضيق في الرزق، على أمراض، على مشاكل مستمرة في بيتها. فبتقول سمعت بفضل سورة البقرة، فقررت إنها تبدأ بقراءة سورة البقرة بشكل يومي. فبتقول فعلا بدأت بقراءة سورة البقرة بشكل يومي، وكنت بقرأها بنية إنه الله سبحانه وتعالى يفرج كل الضائقة اللي أنا عايشة فيها، سواء كانت المالية ولا الصحية ولا المشاكل اللي بتصير عندنا في البيت. فبتحكي بليلة بعد قراءة سورة البقرة بفترة يعني على وصفها ممكن تكون من 2 إلى 3 أشهر، بتحكي شفت في الرؤيا وكأني أنا كنت نايمة وفجأة صار في يطلع من جسمي صوت صراخ شديد جدا وريحة حرق. فبتقول صرت أسمع زي كأنه يعني حوار بصير داخل جسمي، انه بحكي انه خلص انا بدي اطلع. فكان صوت برد عليه بقول والله ما بطلعك لحد ما تنحرق حرق كامل. فبتقول فعلا قمت ويعني الحمد لله رب العالمين جسمي حسيته وكأني كنت مربطة، ويعني تخلصت من هذا الرباط اللي كان على جسمي. بتقول قمت كنت بنشاط يعني عجيب، إلي من فترة طويلة ما شعرت بهذا النشاط العجيب. وبعديها سبحان الله العظيم بدأت الأمور والمشاكل اللي كانت عندنا في البيت كلها تتفكفك الحمد لله رب العالمين. حتى وضعنا المادي اللي كان من أول ما تزوجت كان دائما مكركب، الحمد لله رب العالمين تحسن بدرجة كبيرة إلى درجة ما كنت متصورها، فالحمد لله رب العالمين. الله يجعل في هذا الدين دائما ما هو شفاء لنا، لا قلوبنا ولأرواحنا ولأجسادنا، وتفريج لهمومنا وحل مشاكلنا دائما وأبدا يا أرحم الراحمين. لهون بنكون خلصنا، نشوفكم إن شاء الله في المرات الجاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.